وردتنا معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتشكيل مجموعات مسلحة، وبعد عمليات رصد وتحري تم التعرف على متزعم هذه المجموعات وتحديد مكانه والتعرف عليه. فقمنا بتسيير دوريات الأمن العام وإلقاء القبض على المدعو كامل محمد شريف عباس الملقب أبو حيدر ماريو من قرية المضابع في ريف حمص الجنوبي. وبعد التحقيق معه تبين أن المجرم هو أحد القياديين البارزين في ميليشيا الدفاع الوطني في حي التضامن ودف الشوك، وقد شارك في العديد من المجازر، ومن أبرز هذه المجازر الاشتراك مع أمجد يوسف وغيره، حيث قتلوا أكثر من 50 شخص في شارع دعبول، ثم قاموا بتفجير البناء فوقهم بعد قتلهم لطمس معالم الجريمة. وقام بالاشتراك مع المدعو أبو المنتجب بقتل أكثر من 15 شخصا في حي التضامن، وذلك بعد الدخول إلى منازلهم. وقد ثبت أيضا أنه قام باغتصاب العديد من النساء بعد استدراجهن إلى مكان عمله في حي التضامن ودف الشوك. وبعد الانتهاء من التحقيق معه سيتم إحالته إلى القضاء العادل كي ينال جزاءه.